ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي نشيل الهالات السوداء من اي صورة ببرنامج الفوتوشوب. يلا بينا على البرنامج. يلا افتح الفوتوشوب بتاعك وتعالى عشان نطبق مع بعض، وهتلاقيني سايب لك لينك تقدر تحمل منه الصورة ديت عشان نطبق مع بعض. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعمل دوبليكيت من اللاير، بعد كده هنروح نختار الستامب تول واختصارها حرف الاس من الكيبورد. هتطلع معانا الاعدادات ديت. اول حاجة هنغير البليندنج مود بتاعنا وهنخليه لايتن، وهنخلي الاوباسيتي 30%، وهنخلي الفلو 5%، وهنروح هنا وهنخليها current and blue. هندوس كليك يمين عشان نظبط اعدادات البراش بتاعتنا. هنخلي الهاردنس 0 ونختار مقاس مناسب لحجم البراش، وتقدر برضو تكبرها من الدال والجيم. هناخد سيمبل قريب من البشرة من هنا بالالت وكليك شمال من الماوس، ونمشي زي ما انت شايف كده. الخطوات ديت هي خطوات بسيطة، بس الفكرة ان انت ما تعليش الفلو بتاعك. هو الموضوع هياخد وقت شوية بس هتطلع بنتيجة احترافية زي ما انت شايف كده الفكرة. وتاخد سيمبل من قدام كل مكان، يعني هنا في اضاءة، هنا حاجة تانية، هنا حاجة تالتة، فخليك ماشي كل حتة جنب السيمبل بتاعها على اساس تاخد نتيجة كويسة. هسرع الفيديو شوية عشان الوقت. هنروح على العين التانية برضو نفس الفكرة. طبعا كل ما بتاخد وقتك في الصورة كل ما بتطلع افضل. الفكرة ان انت لازم تشتغل بطيء تاخد نتيجة كويسة زي ما انت كده شايف، قبل وبعد قبل وبعد. وما تنساش ان انت وانت واقف على اعدادات البراش بتاعتك عشان لو جيت تعمل اي حاجة بالستامب تول، ان انت تقف هنا على الستامب تول وتدوس كليك يمين تطلع معاك القائمة دي. هتدوس على ريستارت تول على اساس كل الاعدادات ترجع معاك زي الاول، على اساس لو جيت تشتغل بيها ما تلاقيش فيها مشكلة. اتمنى يكون الشرح عجبكم. استنى لايك للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة، فعل الجرس واستنى كل جديد. شكرا ليكم.